السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعضينا الكيكة الاسفنجية او التورتة، حاجة كده رائعة روعة زي السويس رول اللي بنجيبه من رونجيني او من العبد. حاجة رائعة، مش هنحتاج اي كريم جانتيه او اي حشوات تانية، هو الجناش اللي هنعمله مع بعضينا ونحطه على الوش. زي ما انتم شايفين شكلها والقوام قد ايه جميل والطعم رائع جدا. يلا بقى مع بعضينا عشان نشوف القمر ده هنعمله ازاي. زي ما انتم شايفين الشكل عامل ازاي ما شاء الله. اول حاجة 4 من البيض وكوبايتين من السكر، ذرة من الفانيلا وذرة من الملح وكوباية سخنة من المية. هبتدي انزل بكل المكونات اللي احنا قلناها دي ونحطها في الخلاط بايدينا بمضرب البيض زي ما انت عايزة. ما تقلقيش القوام بتاع الكيكة دي هيكون سايل بالشكل ده. نقلب كل المكونات الجميلة دي مع بعضها كده، نقلبها كويس جدا. بعد كده انزل بكوبايتين من الزبادي. الزبادي هنا عشان يدي طراوة وما يديش الشرقة اللي بتبقى موجودة في الكيكة الاسفنجية، ولا نحتاج ان احنا نضيف لها سيرب ولا اي حاجة. انزل بكوبايتين من الزبادي واقلبهم كده كويس جدا مع بعضيهم. بعد كده انزل بكوبايه من الكاكاو لو انا عايزاها بالشوكليت، لو مش عايزاها بالشوكليت هزود في الدقيق، بدل 3 كوبايات من الدقيق هضيف هخليهم 4. هنا طبعا عشان احنا حاطين الكاكاو كوبايه ضفنا 3 كوبايات من الدقيق ونقلبهم كويس جدا مع بعضيهم بالمنظر الجميل ده. بعد كده انزل بالكيك شيف او البيكنج باودر، كيس منه، والزيت بتاعنا نص كوبايه من الزيت، وبنزل بيها سرسوب صغنن كده وافضل اقلب كل القوام بتاعنا ده. هحطها هكون محضره الحله او الصينيه بحافه عريضه ومبدراها بالزيت والدقيق، وهدخلها على الفرن على درجة حرارة 185 لمدة 50 دقيقة. لو احتاجت اكتر لقيتها لسه محتاجة تاني بسيبها 10 دقايق في الفرن على الشبكة بالشكل الجميل ده. بعد ما طلعت هحط كده 200 جرام من الشوكولاتة معاهم 200 جرام من الكريمة اللباني الحلوة ومعلقة من الزيت علشان يديني اللمعة اللي بتبقى موجودة في الجناش، واحطهم في الميكروويف اسيحهم على حمام مريم زي ما انا عايزه واقلبهم كويس جدا. حابه ان انت تسيبيها تبرد شويه تمام، مش حابه عايزه تشتغلي تمام، بس ان هي تبقى بارده شويه والكيكه بتاعتنا تكون بارده. وانزل بالجناش الجميل بتاعنا ده على الوش. مقاس الصينيه اللي احنا عملنا فيها الكيكه مقاس 25، وانزل بالجناش بتاعي كده. مش هتحتاج بقى لو حابه ان انت تقطعيها وتضيفي كريم جانتيه زي ما انت عايزه، بس هي غنيه ودسمه ورائعه جدا. وحطينا كده من على الوش شويه من الشوكليت، عندك فاكهه حابه تضيفيها زي ما انت عايزه. بتسيبيها نص ساعه في التلاجة وتقدميها وهي بارده. شايفين اللمعه والقوام رائع جدا. اتمنى الفيديو يعجبكم وان رضاكم. الف هنا وشوف على قلوبكم كلكم، وفي رعايه الله وحفظه.